قبل ما اقفل عايز اقول حاجه، بس تصدقوا بالله، تصدقوا بالله، اصدقوا ان شاء الله. يعني انا واحد من الناس عندي النهارده 36 سنه، والله العظيم بقيت اخاف امشي في الشارع. باللي انا بشوفه يعني سبحان الله بقيت اخاف امشي في الشارع. لو مشيت في الشارع هاخد ذنوب، لو قعدت بره محلي بره شغلي هاخد ذنوب. يعني الواحد سبحان الله بقى يطلع من بيته لشغله ومن شغله لبيته، وسبحان الله مش برتاح غير في بيتنا وفي شغلي، الا لو رحت عند حد صديقي قعدت شويه ولا حاجه ولا الكلام ده. ولكن لف في الشوارع والحوارات دي بصراحه الموضوع بقى مرعب، مرعب بطريقه رهيبه يا جماعه، مرعب والله بطريقه غير طبيعيه. يعني سبحان الله من الحاجات اللي كانت حلوه اني في اخر الشارع اللي انا المحل بتاعي فيه له شارع سمر سبورت، قبل نهايه الشارع عندك شمال في مسجد الفتح. يعني كنت بروح اصلي هناك، بس بتاخد انت مشوار مسافه من المحل بتاعك لحد ما توصل المسجد ده. خد عندك في الشارع بقى زحمة، اختلاط بنات وشباب، الثانوي والكلام ده كله في الشارع مع البياعين والتكاتك والحاجات دي، ودوشة دوشة الشارع والصداع اللي انتوا عارفينه ده. ولكن الأصعب من ده يعني قلة الأدب اللامتناهية في الشارع بقت حاجة لا تطاق، لا تطاق. وفي الوقت الحالي برضو يعني إلا ما رحم ربي، في أنا شفت بعيني، أقسم بالله شفت بعيني الكلام ده أكتر من مرة. والله وبالله وتالله في بنات بتعاكس الشباب في الشارع، أنا شفت الكلام ده بعيني. وبيحصل عندي في بعض الأحيان في المحل، والله في بنات بتعاكس الشباب في الشارع. وتلاقي في بعض الأحيان وأنت ماشي كمان يعني غصب عنك لو كتفك خبط في كتف حد من الشباب اللي هو الصغير ده، تلاقي الواحد كده يجلح ويفط من فوق لتحت وعايز يمسك في خناقك، وعايز يعمل مشكلة معاك علشان خاطر إيه؟ يوري نفسه قدام الناس وقدام البنات إن هو الواد الدنجوان اللي مقطع سمكة وديلها مفيش منه اتنين، وهو مش حامل أصلا خماسي يعني. فيا إما أنت تعمل مشكلة وتكبر الموضوع وتبقى لها حكاية، يا إما أنت عقلك أكبر وتفوت وتنسى الحوار وكأنه ما حصلش، لأنك هتقلل من قيمتك وقدرك وأدبك يعني إيه عشان حاجة ما تستاهلش، قصاد إنك أنت ترد على الفعل ده. أنا مش عارف ليه يعني، سرقة هتلاقي، قلة أدب في الشارع هتلاقي، ومش عندي بس الكلام ده، مش عندنا ده، الكلام ده يعني يعتبر على معظم مستوى الجمهورية في كل مكان. أنا بتكلم بس عن المكان اللي أنا موجود فيه، اللي بيحصل قدامي يعني. صياعة شباب يعني مش واعي، وفي كويس كتير إلا ما رحم ربي، في بنات محترمة جدا وفي شباب محترم جدا وعلى خلق. ولكن الأغلبية بقى سيء. أنا زعلان يعني، أنا زعلان على الوضع ده. ليه ما أنت خليك حد كويس، خليك حد محترم. البنت اللي طالعة من بيت أبوها دي يعني أمها وأبوها يعني واخدين ثقة إنه أنت محترمة ورايحة درسك أو رايحة المدرسة أو رايحة مشوار وترجعي. خليكي كويسة، خليكي محترمة، خليكي مؤدبة، ما تجيبيش الإساءة لأهلك ولناسك. وأنت كشاب خليك محترم، بلاش مشاكل، بلاش قلة أدب في الشارع، ما تشبكش الناس في بعضيها. وانتوا كأهل او كأهل، أنا بس بقول لكل اب وكل ام، انت كراجل او مسؤول او اب، وانت كست مسؤولة في البيت، ربي بناتك، علموهم الصح من الغلط، قولي لهم ده ينفع ده ينفعش. يا جماعة انت كأب برضو وعي ابنك، فهم ابنك في ايه الصح ايه الغلط، ايه اللي ينفع يتعمل ايه اللي ما ينفعش يتعمل، ايه اللي ينفع يتعمل في وقت معين واللي ما ينفعش يتعمل في وقت معين. يا جماعة برضو دخلوا الدين في الحوار ده، يا ريت بالله عليكم دخلوا الدين في الحوار ده. اقسم لكم بالله العلي العظيم لغاية تلك اللحظة في شباب وبنات في كليات ما تعرف الوضوء الصحيح، لانها ما تعرفش حاجة عن الدين ولا عن الاسلام ولا عن الشريعة. واحنا برضو في مصيبة يعني. فيا جماعة الواحد والله العظيم بقى يمشي في الشارع بيخاف، فبيختصر على نفسه وعلى حاله عشان ما يحتكش بحد، لانه يعني مش عارف اقول ايه بصراحة. يا ريت يا جماعة يعني نخلي بالنا من نفسنا ونربي عقولنا، ونهذب ونهذب اولادنا، ونحاول ان احنا يعني نشوف الصح فين ونعمله. يعني ولا احنا في اخر الزمان ولا ايه بالظبط؟ ربنا يصلح حالنا وحال الجميع ان شاء الله، وتكونوا دايما في احسن حال يا رب. يمكن كلام يوصل لاي حد كده ياخد بيه ويعمل بيه، وتكون عاقبته خير ان شاء الله. تحياتي اليكم، تصبحوا على خير،
وجمعة مباركة طيبة، وصلوا على النبي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.